ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض بريسلت كلها ورود. احنا كنا عملنا مع بعض قبل كده الوردة، بس كنا عملناها في خاتم. فالطريقة هي بتاعة الوردة، بس حبيت ان برضو اوريكم في البريسلت يعني وتكون كلها ورود وكده. لكن الخاتم اللي بنعمله بيكون وردة واحدة، لكن عادي ممكن الخاتم برضو نعمله كذا وردة يعني، بس الاغلب بيكون وردة واحدة، او اللي احنا عملناه مع بعض وردة واحدة. فانا حبيت ان انا اعمل البريسلت تكون بقى كلها ورود ونشوفها مع بعض يعني وكده. لكن الطريقة بتاعت الوردة هي وهبقى احط لكم برضو اللينك في الكومنتس وفي الديسكريبشن بوكس. احنا الوردة بنعملها ازاي؟ هنعيد مع بعض تاني. بنحط 4 خرزات نفس اللون، والخرزة رقم 5 بتكون لون مختلف، لان الخرزة رقم 5 ديت بتكون الخرزة اللي في نص الوردة، فهنعملها لون مختلف. لو حابين نعمل نص الوردة نفس اللون تمام عادي. وبعدين هنحط الخيط في اول خرزاية احنا حطيناها، وبعدين هنحط 3 خرزات، وهنحط الخيط بقى تحت الخرزة اللي هي بتاعت نص الوردة. يعني الخرزة اللي هي بتاعت نص الوردة اللي هي لونها مختلف، دي في خرزة تحت منها هنحط الخيط فيها، وخلاص كده هتبقى الوردة بتاعتنا خلصت. يعني لو ما فهمتونيش في الكلام قوي، او لو انا ما عرفتش اوصل المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة، ان شاء الله هتشوفوا يعني هتفهموا من الفيديو. هتشوفوا كده انا حطيت قد ايه خرز، حطيتها فين، هتفهموني اكتر على الصورة يعني في الفيديو اكتر من الكلام. بس كده. وممكن بقى نحط خرزاية وبعدين نعمل وردة تاني. انا حبيت ان انا احط مثلا 10 خرزات، يبقى مسافة كبيرة، لان انا عملت لون بيربل غامق، فهحط كده الالوان كلها غامقه جنب بعض. فحسيت ان انا عايزه احط حاجه فاتحه يعني تكون جزء حلو كده، وبعدين اعمل ورده تاني. فاهمين قصدي؟ لكن طبعا ديت اذواق وبراحتكم جدا. ممكن تحطوا الورود كلها جنب بعض، ممكن ما نحطش خرز يبقى فاصل بين الورده والورده، عادي خالص. ممكن نحط 5 خرزات بس يعني بين الوردة والوردة، ممكن خرزاية واحدة، ممكن ما نحطش خالص، براحتكم خالص يعني. ديت أذواق. وانا كمان ساعات بعمل كده، يعني ساعات في الوان بحبها تبقى كلها ورود بس ما يبقاش في اي فاصل ما بينهم بالخرز، يعني على حسب الالوان واللي انتوا حابينه. يعني ديزاينات كتير جدا 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 يعني. اهو بصوا شكلها بجد تحفة تحفة تحفة. كملوا للاخر.